إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، وسيتم تحديد موعد مشاركته في المباريات بقرار من الجهاز الفني، واللاعب جاهز للمباريات. الأهلي لن يلعب في الجولة القادمة في الدوري، والعودة يوم 25 أمام غزل المحل. مصدر بالنادي الأهلي: أرسلنا أموال حق الرعاية في صفقة إمام عاشور لاتحاد الكرة كي يحولها بدوره للأندية في وقت سابق، وهي ليست مشكلة الأهلي حاليا، والمفترض أن يحولها للأندية هم نادي الزمالك ونادي غزل المحل. لاعبي الأهلي يعودوا للتدريبات الجماعية غدا للاثنين بعد أجازة لمدة يومين، ومباراة ودية يوم الاربعاء القادم لتجهيز امام عاشور وعمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري ومحمد الشناوي وباقي اللاعبين التي لم تشارك في المباريات السابقه لمباراه المحله استعدادا لمباراه المحله وبيراميدز. الاهلي راح من التدريبات الجماعيه 48 ساعه يوم السبت يوم الاحد، ويعود للتدريبات الجماعيه يوم الاثنين المقبل. الصفاقسي التونسي يتعادل مع البنزرت التونسي بهدف مقابل هدف في الدوري التونسي، وعلي معلول خرج بين شوطي المباراه. محمد شكري شعر بآلام بسيطه في العضله الاماميه اثناء الاحماء في مباراه فاركو، وكان هناك اتفاق على شكري على اشراكه في الدقيقه 60، وفضل ريبيرو راحه اللاعب. عمر مرموش يشارك في فوز السيتي ضد ولفرهامبتون بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. لجنة الحكام ستناقش اليوم الأحد الشكوى التي تقدم بها الأهلي ضد الحكم محمد معروف، كما ستناقش تقرير الحكم الذي سيسلمه خلال ساعات من اتحاد الكرة. اتحاد الكرة يبدأ البحث عن طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري. محمد علي بن رمضان لاعب الفريق اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة في خلال مشاركته في مباراة فاركو، ويخضع اللاعب لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الاثنين المقبل للاطمئنان على حالته بعد حصوله على العلاج اللازم. وسام أبو علي يشارك في تدريبات نادي كولومبوس كرو الامريكي بالرغم من عدم قيد اللاعب حتى الان. لا توجد مباريات اليوم في الدوري ونتائج مباريات امس في الدوري. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.